السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم يا شباب؟ اهلا بيكم في فيديو جديد. زي ما عملنا قبل كده فيديو مع شخص تنزاني حكى لنا لاول مرة اسرار تنزانيا لانه كان بيتكلم باللغة العربية. الحمد لله النهارده ربنا كرمنا بشخص الباني من اصول مصرية هيكلمنا عن البانيا، وهيكلمنا على العلاقة القوية بين مصر والبانيا بالذات، وكذلك هيكلمنا على اسرار اول مرة اعرفها انا كعبد الله، وكذلك انتوا هتبقوا اول مرة تعرفوها معانا. منورنا يا استاذ عمرو. عمرو محمود بكداش. تشرفنا، اسمه ما شاء الله مصري لكن حضرتك طبعا يعني باين ان انت الباني، فعاوزين بقى نتعرف عليك كده في الاول. مين هو يا استاذ عمرو؟ والله أنا الفقير لمحبة ربه القدير. مولود في القاهرة، ووالدي ووالدتي برضو مولودين في مصر. الوالدة عندي الله يرحمها ألبانية أبا وأما. أما أبويا فجدي الله يرحمه كانت اتولد في دمشق، وكذلك ستي من ناحية أبويا ما شاء الله. من أصل عثماني تركي شركسي. أمي الله يرحمها أبوها وأمها برضو مولودين في ألبانيا. وبالمناسبة كل الناس الطيبة دي جم على مصر أيام ما كانت مصر قبل ما تبقى مملكة مصر. سنة 23 على ما أذكر تم إصدار فرمان عثماني إنه مصر تبقى مملكة مصر، والسلطان فؤاد يلقب بصاحب السمو الملكي، الملك فؤاد الأول، ومن هنا اتولدت مملكة مصر. الوقت ده كانت في أمانة معايا أمانات هنا كده براء. انت كده دمرت المشروع. معلش اخدناه منكم لا لا هو تلاقيه أصلا هيطقع منا، يعني إحنا كلنا بزوق. شوف زينا مجتمع رجالي كده شويه، معلش. احنا كنا بنتكلم على مجيء العثمانيين، بالظبط. والسلطان الملك لازاري بعت رسل لكل أعدائه اللي كان بيعاركهم، ومنهم الأمراء الألبانيين اللي هم احنا نحط خلافاتنا على جنب. البرابرة المسلمين دول جايين من أوروبا، جايين من آسيا، اه فخلينا نوحد جهودنا اه ونوحد جيوشنا، نصدهم نهزمهم، وبعدين نتصافى ما بيننا وما بين بعض. او نتخانق بقى. بس يعني انا واخويا على ابن عمي، بالظبط. وانا وابن عمي على الغريب. فمعظم الناس وافقوا. في البانيا هنا النص وافقوا والنص قالوا لا، احنا تشكرات، احنا مع مصلحتنا مع الجايين دول، مش معاك انت العدو. فضلوا محافظين على موقفهم يعني. اه وفي ناس قالوا لا مع ده ولا مع ده، مش عاوزين نحارب حد. شاء ربك ان الله يرحمه السلطان مراد ينتصر في المعركة ويهزم كل جيوش المجتمع ضده في معركة اسمها معركة كوسوفا بوليا، ومن ثم انهزمت كل جيوش البلقان. وإن كان هو استشهد مع إنه انتصر، سبحان الله. لأنه كان يتفقد الجرحى والقتلى. فكان في جندي سربي عمل نفسه إن هو مجروح، ولما قرب السلطان يحاول يداويه راح مطلع خنجر وقتله. فالسلطان اتدفن هناك ومقامه موجود إلى يومنا هذا. حتى الشجرة اللي هو نزف تحتها لسه الشجرة مقامة، وإن كان الكلام ده عدى عليه أكتر من 500 600 سنة. ما شاء الله. طب المشهد إيه بقى بعد كده في ألبانيا؟ العثمانيين كده هم دخلوا العثمانيين خلاص. دخلوا، اه مفيش حد هيقف قصادهم، فقالوا كل أسرة من الأسر الحاكمة دي تبعت ابنها البكر عندنا. ضربوا على قلبهم، افتكروها رهائن، بس مغلوبين على أمور مفيش، فانصاعوا نفذوا اللي مطلوب منهم. كل أسرة بعتت الابن البكر بتاعها. لما الولاد دول راحوا اسطنبول تم استقبالهم استقبال حافل، وتم الاحتفاء بيهم ودخلوهم جامعات، فشافوا علم وعلوم ما شافوهاش. صح. وشافوا نظام كانوا الأخوة العثمانيين عاملين تنظيمات، اه والتنظيمات دي هي البداية بتاعة
دساتير. حلو. فكانت كلمة دستور دي غير مسموع عنها، وكان كما أوروبا تدعي إنه أقدم دستور موجود اللي هو الماجنا كارتا، مهم. اللي هو بتاع إنجلترا بتاع الملك آرثر. ففي الوقت ده كانت اسطنبول بلد حضارية متقدمة. مهم. فلما دخلوا الجامعات مجان وعلموهم حتى فنون القتال، كتير من الشباب دول أسلموا طواعية سبحان الله. بنسبة تقريبا 80%. ورجعوا لأهاليهم قال لهم انتوا في الظلام احنا شفنا. يعني فالاسلام في البانيا جه من فوق صح. ونزل على تحت. دعوه بالقدوه، يعني هم شافوا اوريدي الملوك بتاعهم بالظبط. دخلوا اسلام، فبالتالي الشعب يبدا يخش. وان كان في بعض الادعاءات انه الاسلام هنا انتشر بالسيف، وده كله كلام غير صحيح بالمرة. تمام. او انه معظم اللي اسلموا عشان ما يدفعوش جزيه والضرائب وياخدوا. وده انا وانا برضه ببحث عن الموضوع ده فعلا لقيت ان حتى على جوجل موجود الموضوع ده، ان اغلب الناس اسلمت بسبب الخوف من الجزيه. وهتلاقيه في والكلام. بريطانيكا وهتلاقيه في امريكانا صحيح. وهتلاقيه في كل المصادر. ده حقيقي. انما الاسلام لم ينتشر في البلقان الا من عرقيتين. اه في عرقيات اخرى صغيره بس يعني لا تذكر. العرقيتين الكبار الالبان والبوسنيين. صحيح. البوسنيين سلاف، هم اولاد عم السرب وكل اللي حواليهم، بس الاختلاف اللي ما بينهم ان هم المذهب المسيحي اللي كانوا عليه ليس ارثوذكسي وليس كاثوليكي. حلو. كان اسمه المذهب البوجوديني، وده اقرب للاسلام من اي مذاهب الاخرى المسيحيه. فكانوا دايما في عركه ما بين السرب وما بين الكروات، دول كاثوليك ودول ارثوذكس. مين اللي في النص؟ البوسنيين. يتذبحوا ودول رايحين ويتذبحوا ودول جايين دلوقتي لحد دلوقتي. فلما شافوا الفتح العثماني طلبوا من السلطان ان احنا نتعامل معامله العثمانيين، مش يعني مش رعايه، لا احنا عثمانيين. السلطان قال لهم فليكن، وان احنا هيبقى لنا حق المواطنه. قال لهم فليكن. اسلموا ولحد النهارده هم مسلمين. ما شاء الله. اما الالبانيين زي ما حكيت لحضرتك جت من فوق لتحت وبعد كده بقوا مسلمين. وبالمناسبه انا اسره ستي من ناحيه امي كانت من الاسر دي. ما شاء الله. احنا كنا تبع كورتشا، وكورتشا اماره كانت من امارات البانيا القديمه ومن الامارات الكبرى، وهي اقصى جنوب شرق البانيا على الحدود مع اليونان ومقدونيا. اما طب كده احنا غطينا او دخلنا في الحقبه الثانيه. بالظبط. دخلنا دلوقتي في الدوله العثمانيه او الحقبه العثمانيه من تاريخ البانيا. احنا كده وصلنا لنقطه ان الناس كلها بقت تحت حكم الدوله العثمانيه بيدينوا بديانه الاسلام. وبعدين بدات الدوله العثمانيه تضعف. لا بس احنا قبل بقى ما تضعف. قبل ما تضعف احنا اتفقنا انه في كذا اسره دخلوا الاسلام من الاسر الحاكمه. حلو. اللي اتقال لهم من السلطان العثماني انك انت انسى انك انت كنت امين، انت من هنا ورايح باشا، والبشويه ستورث وبس. يبقى في جهاديه تكون جاهز انت ورجالتك. حلو. وزكاتك رايحه لبيت المال. خلاص هو كده واحد من ابناء الدوله يعني. فضلت في البانيا في حاجه اسمها البشوات الالبان. ودي حقبه من تاريخ اوروبا كتير منهم يتمنوا ينسوها. لانه البشوات الالبان في المنطقه هنا كان لما في اي العثمانيين قسموا البلقان الى ولايات. البانيا ما كانتش ولايه واحده، البانيا كانت 4 ولايات. ولايه كوسوفا، ولايه اشكودرا، ولايه منستير، ولايه يانينا. ما كانش في كلمه البانيا خالص في الوقت ده. كل ولايه ليها والي. فكان عندهم بقى ولايه اليونان واليونان برضو كانت
ولايات مختلفة. فكانت لما ولاية ولا اتنين يتزعبروا ويقوموا على الحكم العثماني، يجي التكليف للبشوات الألبان فيقول له السلطان سيبهم لنا، احنا هنروقهم ونجيب لك مفاتيح المدينة. والبلغار يقوموا يعملوا ثورة، والبشوات يشتغلوا، يطلعوا البشوات الألبان يروقوهم ويقولوا له اتفضل احنا خلاص على المفتاح يا باشا، اتعلموا الأدب ومش هيعملوها تاني. وكذلك ثورة اليونان الأولى والثانية. فكانوا أوفياء يعني هنا الدولة العثمانية. حصل عندك إنه الألبان أخذوا مناصب عالية جدا في الدولة العثمانية، ووصل الحال إنه ثلث الصدر الأعظم. الصدر الأعظم ده أكبر منصب بعد السلطان العثماني في الحكم، اللي هو رئيس الوزراء أو الوزير الكبير. ثلث الصدر الأعظم اللي حكموا الدولة العثمانية كلها كانوا ألبانيين، بينما الشعب الألباني لا يمثل أكثر من 2% من كل الشعوب العثمانية. عشان أثبتوا ولائهم جامد للدولة العثمانية. معروف دماغهم ناشفة، ولو بيحارب مش هيسكت، يا يموت يا ينتصر، ما عندوش حل وسط. مش فاضي. طيب حضرتك بتقول ان هم كان عندهم ولاء كبير، طب بالنسبه اللي هو الوالي العثماني الالباني اللي هو اسكندر بيك، انا عارف ان هو عمل ثورات على الدوله العثمانيه، فده كان في انهي حقبه؟ هل في حقبه البدايه لما كانوا لسه اولياء للدوله العثمانيه، ولا ده طلع لوحده كده عمل ثورات لوحده؟ لان هو هنا مشهور قوي اسكندر بيك، يعني كل الالبان بيعتبروه بطل. انا ليا راي شخصي، وان كان مش معناه انه مش حقيقي، ولكن ممكن يغالب الغالبيه اللي انت هتسمعها هنا. اسكندر بيه كبر في المناصب بتاعته لدرجه ان هو بقى زي راس الحربه بتاع الجيش العثماني، وكان يعني بالنسبه لهم لفتره زي رضي الله عنه خالد بن الوليد بالنسبه لنا. ما فيش حرب ما بيكسبهاش، لحد لما وكان اشهر اسلامه كمان. هو ما كانش مسلم اصلا. لا ما كانش بيحارب مع الجيش العثماني وهو مش مسلم. بداية وبعدين أسلم. عاوز أقول لك حاجة، كونك إنك أنت تكون عثماني لا ينبغي إنك أنت تكون مسلم. أنت ممكن تكون يهودي وعثماني، أرمني وعثماني، يوناني وعثماني. كان في بشوات أرمن، كان في بشوات يونانيين، على عكس ما التاريخ ما يذكر. واخد بالك؟ فالعثمانية ليست عرقية وليست ديانة، هي مواطنة. يسلم بقك. فمن هذا المنطلق اسكندر بيه وصل انه اسلم، واخوه اسلم، له اخ اسمه حمزة. بس اسكندر واخوه اسمه حمزة يعني. لا على فكرة انا عاوز اقول لحضرتك حاجة. انا خال امي الله يرحمها اسمه اسكندر، ما شاء الله، وكان مسلم. الالبان عشان تبقى عارف اسكندر الاكبر بس ما حدش لحد النهارده يقدر يقول لك ده من عندنا. لا، مقدونيا، المقدونيين اللي في مقدونيا استوطنوا مقدونيا من القرن السابع الميلادي، ليس هم المقدونيين اللي كانوا موجودين مع اسكندر الاكبر. في اقليم مقدونيا في شمال اليونان. الاثنين، مقدونيا الجنوبي ومقدونيا الشمالي ليس لهم علاقه باسكندر الاكبر بالمره. ولكن اللي أكده لك إنه أم اسكندر الأكبر ألبانية، لأن هي إيليرية ومعروفة ومشهودة تاريخيا. يعني أبوه مقدوني اللي هو الملك فيليب في مقدونيا. إنما فاسم اسكندر هتلاقيه شائع هنا جدا، لأنه كتير من الألبان برضه بيعتبروه إنه ألباني. ولو هتيجي تعمل حادي بادي، بقول حادي بادي ما شاء الله، مصر من يعني. كل علادي هيجي على ألبانيا، مش هيجي على اليونان ولا على مقدونيا. انتهينا من هذه الجزئية. نرجع تاني انه اسكندر بيه هو اعتنق الاسلام، وبعدين انقلب وارتد وتحالف مع ملك نابولي ضد الدولة العثمانية، فأصبح في إعداد المرتد عند الدولة العثمانية، وعشيرته الذي أسلمت قطعه، وقاد ثورة
استمرت عقود على الكتير، مش اكتر من كده، 10 20 سنه او اقل. كتير يعني. قدر ان هو يكون صداع في دماغ الدوله العثمانيه من ناحيه البلقان، وفي الاخر هرب هو وكل اللي معاه وراحوا على ايطاليا، وفي ايطاليا استوطنوا كالابريا وصقليه. وعشان كده هتلاقي كل الايطاليين اللي في كالابريا وصقليه اكتر من نصهم من اصل البيت. انما نرجع تاني، هو طبعا عمل دخنه في الوجود الالباني في الدوله العثمانيه، ولكن برضو تلت قاده الجيش العثماني كانوا كلهم البانيين، بما فيهم محمد علي باشا. كنت لسه هقول لك وده السؤال قصه ده. تانية برضو. يعني احنا بما ان احنا في الحقبه دي، تمام. فالحقبه دي احنا اصلا نعرف البانيا كمصريين اغلبنا من محمد علي اللي مظبوط. اصله الباني، اللي حكم مصر في الفتره بتاع مصر الحديثه وعمل انجازات كبيره جدا في الفتره بتاعت حكمه. مظبوط. ولحد دلوقتي ما حدش فينا في الدراسه حتى بتاعته ما يعرفش مين محمد علي. محمد علي باشا، طيب نجيله. انا بس هكمل لك جزئيه، انه البانيا كانت 4 ولايات، كتير من الالبان كانوا ضباط وكانوا في صدر الدوله زي ما في الدوله، قلت. فتقلدوا، ومن ثم انتشروا في كتير من الدول العثمانيه، حلو. منها مصر ومنها سوريا ومنها لبنان ومنها طبعا تركيا. وهنا اتولدت المصطلح أرناؤوطي. الألباني بالتركي هو الأرناؤوطي. الأتراك يسموا الألبانيين أرناؤوط، ولكن الألباني ما يقولش على نفسه أرناؤوط. هل فيها تقليد؟ لا، الألبان عندهم فكرة إنها تقليد، بس هي مش تقليد. طب معلش سؤال تاني، هل الأرناؤوط، عيلة أرناؤوط اللي في مصر ألبان أساسي؟ هل عيلة أرناؤوط اللي في مصر أصولهم ألبانية ولا ده بس مجرد اسم؟ لا، أصولهم ألبانية فعلا. مصطلح أرناؤوطي عشان أبسطه لك، هو الألباني اللي عاش بره ألبانيا في ربوع الدولة العثمانية اسمه أرناؤوط. إنما الألباني اللي راح إيطاليا ما يبقاش أرناؤوط. بس الدوله العثمانيه. ألبانيا يروح سوريا يبقى أرناؤوطي، ألبانيا يروح مصر يبقى أرناؤوطي، ألبانيا يروح أمريكا ما يبقاش أرناؤوطي. يعني محمد علي جاب لنا الأرناؤوطيين. هو لما جه ومعظم الأرناؤوط كانوا بيروقراطيين بيشتغلوا في المكاتب، باش كاتب أو محاسب أو كمان قالوا لي إن عيلة البلتاجي عيلة جت مع الدولة العثمانية مع محمد علي. يعني في عائلات كتير مش بس عائلات كتيرة في مصر. جم مع عائلات عابدين من العائلات الألبانية. عابدين. طب هل معناه ان لو حد اخر اسمه أرناؤوط بلتاجي طبعاً لو دور هيلاقي لنفسه يعني اصل ألباني؟ شوف، أنا عندي اعتقاد إنك أنت لو دورت وبحرقة هتلاقي مش أقل من 250,000 مصري من أصل ألباني، إذا ما كانش أكتر. يوصل لحد كم الرقم الله أعلم وأعلم. انا عندي في دايره معارفي، عندي واحد صاحبي متجوز واحده اصلها الباني، يعني جدتها البانيه. هم محمد علي جه 1805 بدأ يحكم، ومن 1805 ل 1952 كانوا بيحكمنا ألبان. بس أنت عندك قدوم الألبانيين لمصر كان على فترات برضه. في على مصر يعني محمد علي كان اول حد الباني يدخل ولا كان في ناس؟ قد يكون في بعض الأحيان الخفيفة بداية مع المماليك، لأن بعض المماليك كانوا ألبان، مش كلهم، قلة منهم. ومع دخول الدولة العثمانية كانوا لقوا الألبانيين حلوين كده وبيحبوا يحاربوا، ما عندهمش مشكلة في الحرب يعني، فاستخدموا جزئية كبيرة منهم في فتوحاتهم يعني. ففي نصيب منهم دخل مصر واستوطنوا قعدوا. وفي بس نقطة يعني، في الدولة العثمانية أنت عندك نسيج. النسيج ده عبارة عن تركي، شركسي، عربي، أرمني، يوناني، ألباني، شوربة عثمانية يعني، لأن العثمانيين كانوا مصهر. فممكن تلاقي واحد مغربي جاء في مصر في العهد العثماني ما حدش بيقول له انت رايح فين ولا جاي منين، بلاد الله الواسعة. زي شنجن. زي شنجن بالظبط.
الدوله العثمانيه كانت بتشجع الكلام ده. انا على فكره انا اهلي عملوا كده. انا من عيله بنو هلال، السنه الهلاليه. اه كانوا عرب راحوا الاندلس، من الاندلس للمغرب، مغرب تونس، تونس مصر، وبعدين الناس كملت للعراق. وقتها كل ده كان الدوله العثمانيه، هو ماشي في بلده بيغير اماكن بس. معظم التاريخ الاسلامي مشابه ولا يختلف في هذه النقطه الدوله العثمانيه. الاختلاف الوحيد اللي هتلاقيه، ومش الوحيد، قد يكون هناك بعض الاختلافات الاخرى، ولكن اكبر اختلاف للدوله العثمانيه مع بقيه الدول الاسلاميه اللي حكمتنا زي الطولونيه والاخشيديه والايوبيه والفاطميه والعباسيه والامويه، هم ان هم مش عرب. وان كان ان هم مش عرب ما منعهمش من ان هم يتبنوا جزء كبير من اللغه العربيه في اللغه العثمانيه اللي بقت نتيجه الاختلاط العثماني العربي. طيب نرجع نرجع للنقطه بتاعت احنا دلوقتي في نقاط كتير متصله ما بين الشعب المصري والشعب الالباني. وطبعا كان السبب الاساسي هو ان زي ما قلنا محمد علي حكم مصر، وده شجع اكتر ان يبقى في الثقافه الالبانيه تبقى موجوده، ويبقى في تبادل بيننا والهجره من البانيا لمصر وهكذا. ازاي ده بقى ساعد دلوقتي في تشكيل حد زي مثلا استاذ عمرو النهارده بيتكلم معايا مصري وهو الباني واسرته كلها البانيه ما شاء الله، ولسه محافظ على اللغه المصريه، يعني ده كله بسبب ايه؟ هو عده عوامل. اول حاجه محمد علي باشا لما جه مصر كان اساسا هو قائد فيلق الباني في الجيش العثماني. فالفيلق الالباني ده من اعلى ضابط فيه لحد الطبال جيب معايا كلهم البانيين، حلو. ولكن هم بيخدموا الجيش العثماني، او هم عثمانيين مجاهدين عثمانيين، وان كانت عرقيتهم البانيه ولغتهم البانيه. حلو. فكان مطلوب منهم ميشن امبوسيبل، او المهمه المستحيله. ايه هي المهمه المستحيله؟ حكومه مصر. ان هم يتخلصوا من نابليون. اه فكان نابليون دخل مصر و 1998 1798، وكانوا جيوشهم حديثة ومتطورة وأسلوب مختلف كلية. وكان أصاب الدولة العثمانية بعد الوهن وبعد الكبر، فأوكلوا لمحمد علي باشا والفيلق بتاعه الذي لا يتعدى 5000 جندي إنه يخلصوا مصر من نابليون ورجالته، اللي هم أكتر من 30,000 جندي مدججين بالسلاح وأحدث أنواع الأسلحة والتكنولوجيا. بنادق حربيه وبارود. فحصلت بعض المعارك في غزة النهارده بالك وما حولها، وما طبعا ما قدروش ان هم يتقدموا جامد. في نفس الوقت ده واكبها ثورة القاهرة الأولى وثورة القاهرة الثانية بالك، مع حصل نوع من أنواع التحالف العثماني البريطاني ان هم يحاربوا نابليون. فكل العوامل دي ساعدت وخلت نابليون ييأس من مصر، بالذات بعد ما اسطوله اتدمر في معركة ابو قير، فعزم العزيمة ان هو ينسحب او يتكل على كمان الله. كان في مشاكل في اوروبا وقتها. كان هو مصر صداع بالنسبه له، هو كان عايز يقطع الطريق على الهند، انجلترا والهند. فمصر بقت حمل، وجاله طاعون كمان في مصر. كمان قعدوا 3 سنين بس ومشي. وكان معرض لمحاولة انقلاب عليه في فرنسا، صح، في اوروبا. علشان غاب على فرنسا فترة طويلة. فخلاصة القول شاءت الظروف انه ينسحب. وهنا بقى في علامة استفهام كبرى، مصر دي هتروح من لمين؟ يحكم مصر؟ من يحكم؟ الانجليز طبعا يعني عشمانين عندهم شهية، ولكن بقية اوروبا عدلهم بالمرصاد، لان هم كان ما بينهم في اتفاق جنتلمان اجريمنت من تحت الترابيزه انه الدوله العثمانيه ما حدش يقرب لها بدري، نستنى كده زي التفاحه لما تستوي تقع على حجرنا وبعدين نجيب السكاكين ونقسمها. تمام. فبريطانيا فرملوها من ان هي تطمع، قالوا نرجع مصر للدوله العثمانيه. تمام. راجعين الدوله العثمانيه مش بنفس القوه اللي مشوا بيها من مصر. فكانوا هيعينوا خورشيد باشا اللي هو كان آخر والي عثماني لمصر، وكان له تاريخ مع الشعب المصري
تكرينه بالضرايب وبعض الحاجات اللي غير رومانسيه. اه فحطوا يعني. محمد علي باشا كان انسان ذكي وبيعرف ازاي يستميل الناس، فكون صداقات، ومن هنا اصبح ان هو مرشح ممكن يعني يبقى له فرصه قبول من الباب العالي، اه وان كانت سابقه لم تحدث من قبل، انه شعب مختلف تماما يعني. لا شعب يشير للسلطان مين يحكمه، يعني سابقه ما حصلتش قبل كده. وشاءت الظروف انه السلطان يقول لا بأس. مين محمد علي باشا؟ قالوا له هو فلان ابن فلان ابن فلان، كان ابوه بيشتغل عند السلطان وكان جابي للضرائب في مدينة قولة. شمال اليونان دلوقتي. مدينة قولة هي في اليونان دلوقتي، وإن كانت أنا يعني من غير ما أزعج الإخوة اليونانيين هي مش مدينة يونانية أساسا بيك الباني. ولا. بص هو أنا عاوز أقول لحضرتك في مصطلح إنجليزي وأنا ما بحبش أستعمل اللغة الإنجليزية، بس في مصطلح إنجليزي يقول لك بالكانيزيشن أو البلقنة. البلقنه. تقسيم البلقنة دي إن أنت يبقى عندك جيوب مليئة بعرقيات متداخلة. فكل شمال اليونان النهارده وكل معظم جمهورية مقدونيا الشمالية النهارده ومعظم جنوب بلغاريا ومعظم شمال اليونان وصولا إلى البحر الأدرياتيكي، دي كانت مناطق فيها أقليات كتير ما كانش فيها غالبية. الغالبية كانت أكبر أقلية هي الأقلية الألبانية، والأقلية الألبانية كانت تتحدث اللغة الألبانية، وحتى الأقليات الغير ألبانية كانت تتحدث اللغة الألبانية. اه وإن حتى لما تكون الديانة مسيحية وأرثوذكسية برضو كانوا يتحدثوا في شمال اليونان اللغة الألبانية، هي كانت اللغة الشائعة في المنطقة. لما الدولة العثمانية أخذت بعض الهزائم قصاد أوروبا وقصاد روسيا، كان بمساعدة من الإنجليز والفرنساويين صربيا شدت حيلها واستقلت من الدولة العثمانية، كذلك مونتينيجرو اللي هي الجبل الأسود، كذلك بلغاريا، وسبقتهم المجر. فابتدت حرب البلقان الأولى. وحرب البلقان الأولى كل الدول اللي أنا ذكرتها دي اللي هي بلغاريا واليونان، بالمناسبة اليونان أخذت استقلالها من الدولة العثمانية في سنة 1829، يعني يسبق استقلال ألبانيا ما يقارب 90 سنة. فالمنطقة بس كانت لا تشمل منطقة شمال اليونان النهاردة. اه المنطقة الكبرى دي كانت منطقة عثمانية، غالبية أو أكبر أقلية فيها الألبانية، واللغة الشائعة كان في عدة لغات يتحدث بها، بس كانت اللغة الشائعة هي اللغة الألبانية، وبعديها التركية. تم تطهير عرقي فهمي نظمي سميه زي ما تحب، بس انتهت انه تم تقسيم المنطقة دي إلى البلاد اللي أنا ذكرتها، وإنه الدولة العثمانية راحت حتى دخلوا لحد اسطنبول. ألبانيا في يوم وليلة، مش في يوم وليلة بس يعني في وقت قصير اتمحلت إلى ربع حجمها الأصلي. فالحمد لله طمعوا في بعض فوقعوا مع بعض، اللي هو اليونان مع البلغار مع السرب عشان الغنايم كترت. فحصلت حرب البلقان الثانية بعديها بسنة، فألبانيا استعادت جزئية من وضعها السابق ورجعت شبه ألبانيا اللي هي موجودة لحد النهارده. وإلا كان على ألبانيا السلام، لأنه ما كانش مقدر لألبانيا إن هي تفضل مستقلة ويبقى إيه أدي نهاية فرقة منيرة المهدية. انا اسمع ان مدينه زي اولسنج في مونتينيجرو هي مدينه البانيه. ما هي بودجوريتسا عاصمة مونتينيجرو مدينة ألبانية. كل جنوب الجبل الأسود منطقة ألبانية، بار وبودفا واولسنج كل ده ألبانيا يا باشا. وبعدين عاصمة مقدونيا سكوبيا مدينة بيسموها ألبانية. شكوب انت صح؟ ايوه دي مدينة ألبانية. لان انا وانا داخل قلت للموظف وانا رايح شكوب اتضايق قوي ان انا قلتها بالاسم الالباني. فقال طبعا. لي سكوبيا قلت له شكوب. قال لي سكوبيا كنت جاي من كوزوفو.
اتضايق ان انا قلت مش طبعا 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 لانه وسالت واحده هناك في الشارع، عملت معاها فيديو. هم مقدونيا 30% منها تقريبا البان، يعني المقدونيين في جزء كبير البان اكتر من كده كمان. يمكن. قلت لها هل في تعايش؟ قالت لي اه طبعا في تعايش. قلت لها طب انت تتجوزي واحد الباني؟ قالت لي مستحيل. فقلت لها ليه؟ قالت لي اهلي ما يوافقوش، الالبان اقل مننا. ففي لحد دلوقتي في مشاكل عرقيه. هو انا رحت مقدونيا اكتر من مره وعندي اصدقاء البانيين من مقدونيا، وبالمناسبه السفير المقدوني السابق في مصر كان صديقي. مقدونيا ما فيهاش اغلبيه، فيها اقليات، واكبر اقليه في مقدونيا هي الاقليه الالبانيه، وان كانوا يمثلوا تقريبا 40% من تعداد مقدونيا، وقد يغلبوا المقدونيين عددا. وبعدين في اقليات تانية برضه زي الاقليه التركيه، ودي 10% برضه في مقدونيا، فلا يستهان بها، لعنصر مؤثر في الميزان الديموغرافي. يعني لو هنتكلم بس اللي بيحكم المقدونيين صح؟ اللي بيحكم ربنا يطول عمرك. مقدونيا فيها 19 وزاره، البانيين معاهم 4 وزارات، وواحد من الاتراك معاه وزاره، وواحد من في اقليه في مقدونيا مسلمين اسمهم الطربيش، ودول برضو معاهم وزاره، فكده 6 وزارات اللي ولاد عمنا يعني. اما الباقي مع المقدونيين، فهم بيحبوا قوي الشغل الميري، يعني قيمه ومركز وظيفه ميري. الالبان بيشتغلوا في كل الاعمال الحره، فهلويين مطاعم واوتيلات وبزنس وكل بقول لك انتوا شبهنا صدقني. البان. انما الوظائف الحكوميه والشرطه ومش الشرطه والجيش وكالة الجيش مخدومين. هل بيخافوا من الالبان ان هم يمسكوا حاجات قياديه في الجيش والشرطه؟ يعني طبعا انت حصل تطهير عرقي جامد. انت تسمع عن عيله اسمها عيله المنسترلي؟ طبعا مشهورين مصر. طب دول ايه؟ دول ايه المنستير؟ من منستير. طب فين منستير دي النهارده؟ منستير كانت ولايه من ولايات الدوله العثمانيه. النهارده لو تدور على منستير دي ما تلاقيهاش، هي بقت مدينه بدل ما كانت ولايه، لانه عاصمه الولايه كانت منستير، عاصمه ولايه منستير، زي ما تونس عاصمه تونس او الجزائر عاصمه الجزائر كده يعني. منستير غيروا اسمها اسم كده، مؤاخذه والله، جل من لا يسأل يعني. وهي مكانها فين اصلا؟ في مقدونيا، معلش سامحوني. لا يعني حته مشهوره في سكوبيا. لا بتولا اسمها بتولا. مناصير لعلمك كان فيها مطار حربي، لا مطار مش هقول حربي ولا مش حربي، كان فيها مطار من اكتر من 100 سنه، وكان فيها مترو بيشتغل بالكهرباء، وكانت كل الشوارع بتاعتها مضاءه بالكهرباء. ودور على كلمه هيستوريكال منستير في جوجل ايمجز وانت تشوف صور منستير زيها زي باريس، زي اي زي اي. الفكره دي قد كده دلوقتي. ما هي دلوقتي حصل فيها تطهير عرقي وتم تفريغ محتواها الاسلامي، يعني زي ما حصل في مناطق كتيره يعني. طيب نرجع للحقبه الاخيره، بما ان احنا خلاص الدوله العثمانيه دلوقتي يعني وقعت، وبدا الالبان يبقى ليهم كيان ويشموا نفسهم شويه، لكن حصل الفتره الثالثه. نتكلم في مصر. في مصر طبعا محمد علي باشا تم تعيينه من السلطان او تكليفه من السلطان يبقى والي مصر. محمد علي باشا كان شخصيه غير اعتياديه، يعني يشهد له بالذكاء. انا مش هنا علشان لا دافع عنه ولا هجمه ولا ازكيه ولا اقلل من شأنه، ولكن لما تتحدث على انسان في التاريخ فلك انك انت تذكر افعاله واعماله. محمد علي باشا كان عنده طموحات عاليه، وكانت رؤيته لمصر اكبر من رؤيه الولاة الذي حكموا مصر فيما سلف. في مشكله عندنا في الدوله العثمانيه انها عندما بدات كان السلطان يقود جيوشه، كان هو يبقى اول واحد ومعاه السيف في الاول، فما كانش فقط ممكن يستشهد ويبقى مبسوط ويجي اخوه ياخد بداله. ابتدينا في النص الثاني من الدوله العثمانيه
يخش للسلطان الطرف زي ما بيحصل في دايما الجيل اللي بعد الجيل اللي شاف، يعني الجيل الاول بيشوف الحرب وبيطلع عينيه، الجيل الثاني بيطلع مرفه، فالجيل الثالث بيضيع اللي عمله الجيل الاول. اللي حصل انه ابتدى السلطان ما يخرجش من القصر بتاعه، فمصر دي بعيدة جغرافيا عن الدولة العثمانية او عن اسطنبول، فوصلت ان هي لا مؤاخذة في التعبير كانت زي مزرعة. وان كانت انا ما بقللش من شأن مصر لان هي كانت سلة غذاء الدولة العثمانية. محمد علي باشا شاف انه مصر ليها طاقة مخزونة غير مستخدمة وغير مستغلة، فهنا ابتدى يعمل تنظيم الزراعة، ودخل مصر في الصناعة، وابتدى ينظم الزراعة لدرجة انه عمل معاهدات خارجية مع دول خارجية. حصل ان هو برضو كان عنده طموحات عسكرية، فمع الوقت عرف ان هو يعمل الجيش المصري الحديث ويستخدم، او مش هقول يستخدم عشان كلمة مش عجباني، يستقدم ايوه ابناء البلد ان هم يخدموا في الجيش المصري. وكانت بداية الجيش المصري اللي هو من ابناء مصر بدل ما كان جيش كله اجانب. لحد الوقت ده العثمانيين لما دخلوا على مصر كانت مصر اساسا دولة مملوكية، فكانوا المماليك هم اللي ماسكين الجهادية. لما جم العثمانيين المماليك قالوا ولا تتعبوا حالكم، انت السلطان وانت واحنا انت هتبقى باشا وسيبني انا امشي لك الدنيا، احنا فاهمين المصريين كويس وبنعرف نتعامل معاهم كويس، فما تتعبش حالك واحنا نقوم. فمحمد علي باشا بعد فترة كان عنده مشكلتين. مشكلة الألبانيين اللي جايين معاه في الفيلق الألباني، ودول برضو ما لهمش شغل كده. يعني يعني رجالتي. لا هم كمان هي معلم يعني وسعها شوية. وعندك المماليك في مصر، الوضع في مصر كانت مجزأة فعليا ومجمعة صوريا، يعني ليها والي بس الوالي ده بيحكم مصر من خلال المماليك، وكل مملوك كان دويلة، ففي مماليك في الصعيد وفي مماليك في الدلتا او في بحري وهكذا. وكانوا المماليك برضو يتعاركوا ما بين بعض ويتصالحوا ما بين بعض الدولة بتتفرج. كان العرف ازاي بقى؟ الدولة العثمانية كانت تحب تلعب البلياردو، بمعنى في مملوك مش راضين عنه يرفعوا عنه الحماية، هتلاقي المماليك التانية أكلوه على طول طالما ظهير السلطان اترفع من عليه. صح. فبالطريقة دي كانت الدولة العثمانية مسيطرة على جوانب الحكم في مصر. محمد علي باشا طبعا مذكورة في كل التاريخ، عمل مذبحة المماليك. ايوه لأنه معروفة. بعد ما تعبوه وعكسوه في الحكم قبل كده حاربهم. وكانت لا انه المعارك مش هتنتهي بالذات في الصعيد، يعني عمل بقى جمعهم كلهم هو وراح متخلص منهم. شافهم عقبة في تطور مصر، وهو كان عنده فكر انه يحول مصر لبلد مركزية، ومن ثم يقدر ان هو يقف قصاد بقية اوروبا، لان اوروبا كلها تمركزت في هذا الوقت. فرنسا بقت بلد مركزية، انجلترا بقت بلد مركزية، فهو شاف ان كل دول اوروبا القوية كانت مركزية، ومن ثم حاول يعمل الموضوع ده. ومش عاوز اخوض في الجزئية دي لانه انا درست التاريخ في مصر لحد سنة ثالثة اعدادي، فكانت المناهج عندنا عجيبة شوية، يقول لك محمد عمل كده وكده وكده، محمد علي باشا، بس مش عشان بيحب مصر، علشان هو عاوز المجد الشخصي. طب كأنه مدرس التاريخ اللي بيدرسنا كان بيقعد معاه في القهوة، كان محمد علي باشا بيقول له نيته ايه ويفصحها على الملأ الأعلى، وهو بيفتح مكنون. فالتاريخ لا يؤخذ بهذه الطريقة يعني، ولا يصير. وبعدين عادي لما يبقى عايز مجد شخصي، ايه المشكله؟ ما هو يعني بيحكم بلد فعايز يطورها عادي. لا ما كانش بيدور على الخير مصر، هو كان عاوز مجد شخصي. يعني الراجل كان بيبعت بعثات لعلي مبارك والحاجات دي، وبعتهم بعثات لفرنسا. بالظبط. فين المجد الشخصي في كده يعني؟ وكان بيستثمر في العقول برضو على المصريه يعني، والزراعه والمناطق والحاجات. هناك مقوله اجنبيه التاريخ يكتب على يد المنتصر. صح. فمين اخر واحد مسك الميكروفون هقول يا جماعه الحكايه خلصت كده؟ يعني انا ممكن اقول دلوقتي اللي انا عاوزه، بعد كده اقول لك سلام عليكم وامشي،
وحضرتك تكمل في الميكروفون. بس الموضوع كده 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 يعني لا مؤاخذه لا يعني صح، بس هو فعلا المنتصر هو اللي بيكتب التاريخ في الاخر. فانما اللي انا شفته، انا درست التاريخ العثماني غير المدرسه والكلام ده، وغير الكتب الاوروبيه، لان الكتب الاوروبيه برضو بتشوه التاريخ العثماني، وقصدا ان هي تحط فرقه ما بين الشعوب العربيه او الشعب العربي وما بين التاريخ العثماني. وصلت الى حد ان هم يوصفوا التاريخ العثماني بالاحتلال التركي. وانا ضد المقوله دي خالص وضد الكلام ده، لانه لو هنقول الاحتلال التركي يبقى ايام الامويه كنا احتلال سوري، وايام العباسيه كنا احتلال عراقي، وايام الفاطميه كنا احتلال مغربي، وهكذا ولن نخلص يعني. ما مصر مش حاجه اسمها يعني سوريا والعراق، يعني ده حاجات حديثه. هو كل ده سايكس بيكو يا باشا. بالظبط يعني دي قسمنا قصة- كلنا يلا. قصه تانية خالص يعني. حلو. اما محمد علي باشا، ال5000 ألباني اللي معاه، عشان يخلص من كتير منهم اللي كانوا قادة كبار برضه، ويقلل الانشطارية اللي ممكن تحصل أو المجاذبة في الحكم، تملك كتير منهم أراضي عشان يسيبوه في حاله ويهتموا بالأراضي. ودخل في نظام الإقطاع المنظم، بمعنى قال لك الأراضي دي تتزرع طماطم، الأراضي دي تتزرع ذرة، الأراضي، وعمل معاهدات خارجية يستقطب بيها عملات صعبة زي ما بنقول، ويحولها إلى أسلحة لتحديث الجيش المصري اللي هو تبع الدولة العثمانية. وجت فترة محمد علي باشا في اعتقادي، والله أعلى وأعلم وممكن أكون مخطئ، لكن من رؤيتي أن محمد علي باشا شاف نهاية الدولة العثمانية قربت، لأنه ميزان التكنولوجي أو ميزان التطور ابتدينا نتخلف فيه عن الغرب. فطور جيش مصر لدرجة أنه هو بقى يخوف السلطان العثماني. خد الشام كلها يعني. ما هو ده بعد ما وقع مع السلطان، هو اتطلب منه زي ما بيحصل مع البشوات الألباني اللي كنت بحكي لك عليهم من شوية، اتطلب منه انه يخمد ثورة اليونان الأولى وثورة اليونان الثانية، وبعت الأسطول المصري اللي كان عمله لليونان، ولكن هنا انضمت الأسطول الفرنسي والأسطول الإنجليزي داخل على المعركة. عرف إن كده ولا كده ما عندناش أي فرصة تنافسية قصاد الأسطولين دول جمعاء مع بعض، فقرر إنه ينسحب بالأسطول المصري سليم ما يكونش مضر. وهنا السلطان العثماني أكل العلقة لوحده وغضب على محمد علي باشا، لأن الدولة العثمانية فقدت تقريبا معظم الأسطول بتاعها إذا ما كانش 90%. فدب الخلاف ما بين محمد علي وما بين الدولة هو العثمانية. ده قبل ولا بعد موضوع الدرعيه اللي هي الدوله العثمانيه الاولى لما طلب منه ان هو يبعت ابنه لا. كمال باشا؟ بعد ده بعد. من الاول كان موضوع الدرعيه، بعدين لان هو كان راضي عنه في موضوع الدرعيه. هو الدرعية ما طبعا يعني هم، هو اللي أنا سمعته أو فهمته إن إبراهيم باشا قبل محمد علي باشا مفاتيح الكويت وصلوا لحد الكويت. واخد بال حضرتك؟ يعني هو مكتوب في الدرعيه، حد رحت الدرعيه من قريب مكتوب القاتل ابراهيم باشا ده قاتل، وبيقولوا ان هم قتل الناس وجرهم لحد مصر، يعني كان بيربطهم في الخيل وجرهم لحد مصر من كتر الاهانه، يعني هو كان عايز ياخد حاجه للدوله العثمانيه يعني. الله اعلى واعلم، بس دايما برضو يعني المنتصر هو اللي يكتب التاريخ. ابن محمد علي الاول استشهد في الدرعيه، هو توصل. فابراهيم بالنسبه لمحمد كان دراعه اليمين، يعني هو المخلصات، وهو اشترك في 17 حرب ومعركه ما خسرش فيهم معركه واحده. ابراهيم باشا ابراهيم باشا ولا معركه. ليه ميدان في العتبه ده، تمثال في العتبه. ايوه بالظبط عندنا ابو اصبع. ابو صباع. ف يعني انما ضم الحجاز، وهنا كان في نوع من الاستقلاليه في مصر، اداره مصر. السلطان شايف بيديرها احسن من اي والي، خايف منه بس في نفس الوقت مش قادر يلغيه.
بيفيدوا اكتر ما بيضروا، وان كان بيخوفوا. فلما نشب بينهم الصراع نشب على اساس ان محمد علي باشا كان عشمان ياخد الشام، فالسلطان قال له لا كفايه عليك كريت. كريت جزيره كريت كانت صح؟ مع مصر، ايوه. لا، وجنوب اليونان مريع برضه. عارف حضرتك ان في ناس كمان مصريين هاجروا كريت ولحد فتره كانوا بيتكلموا لغه ميكس مصري يوناني وعملوا لها لغه. بس معظم حكام كريت في العهد العثماني كانوا البانيين، وهتلاقي شكلهم مش يوناني، شكلهم الباني. نرجع تاني، محمد علي باشا لما ادوا له كريت، ايه ده؟ حته صغيره كده مش انا دي مش. فكان في مملوك تعب محمد علي باشا، استعان بعكا، والي عكا ومحمد علي باشا ما كانوش صحبه مع بعض، فحصل مناوشات. السلطان وقف مع والي عكا، محمد علي باشا اخذ عكا بالعافيه حاولوا تاني، طلع بقى طاح فيهم، وصل لحد كوتاهيه. كوتاهيه دي مش يعني انت لو دي تركيا، دي تركيا كده وليها جانب الاوروبي، كوتاهيه دي هنا، انما اسطنبول على ده قيصر ثلاث ايام مشي 3 ايام الجيش المصري. هنتكلم في جوه تركيا ده في جوه اللي هو اكسراي والحتت دي. ما شاء الله. ابراهيم باشا يراسل ابوه يا حاج، خش. قال له استنى، قال له لا ما ينفعش استنى يا لا يا آية لا. طب ليه استنى يعني؟ فيها ايه استنى دي محمد علي باشا مش قادر يتصور ان هو هيخش على السلطان العثماني، لان السلطان العثماني خليفه. فقد ما هو ما كبر شأنه، قد ما مسك مصر وجيشه ممكن ياخد اسطنبول كده، بس ده ولي نعمته وده الخليفه وامير المؤمنين في الوقت ده. فكان عنده معضله اخلاقيه بس. الحاجات دي التاريخ بقى مش هيقولها لك ولا يذكرها. ف التأخير ده كان مكلف جدا، لأن كان ادى مهلة للسلطان العثماني إنه يتواصل ويا روسيا. روسيا بداية بروسيا، وروسيا دايما عندها أطماع. فبريطانيا قالت له لا 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 لا، أنت رايح روسيا وإحنا زعلناك في حاجة. فهم وفرنسا كده عملوا مؤتمر لندن. عملوا مؤتمر لندن واشتركت فيه. بعدين روسيا وبروسيا، ايه بقى بروسيا دي؟ المانيا في الوقت ده كانت لسه ما توحدتش، بس اكبر كانت روسيا. فروسيا وبروسيا والنمسا وفرنسا وانجلترا والسلطان العثماني، زي ما تقول مجلس الامن كله، العالم كله كله بالبهريز كله. انت يا حاج احنا سكتنا لك كتير، كفايه عليك كده، انت كفايه عليك مصر وقعدت بقيه حياتك، بس ما تتاخد منك بعد كده مع وفاتك، وتبقى بالوراثه وتدفع جزيه للسلطان وتتصاحبوا ويا بعض ولم تعابينك ومع السلامه. والا مؤتمر لندن الكلام ده لمحمد علي سنه 1840. كانت مصر وصلت لايه بقى؟ مصر كانت جزئيه كبيره من ليبيا، السودان، نص شبه الجزيره العربيه الغربيه، الحجاز، الشام كله، وصولا الى جنوب تركيا. وخد كمان عليهم كريت وقبرص وجنوب اليونان، نص الشرق الاوسط. دي كانت الدوله المصريه الحديثه اقصى اتساع. الراجل جاله اكتئاب وسلم الشؤون لابنه ابراهيم. ابن ابراهيم للاسف جاله سل وكان حالته صعبه، فبعتوه ايطاليا يتعالج، والله اعلم عملوا فيه هناك يعني لما يتعالج. محمد علي باشا اكتئابه زاد ومات ابنه وهو لسه عايش، بس ابراهيم ده كان بالنسبه له يعني كل حاجه. فاتوفى من هنا وجالنا واحد متخلف اسمه عباس حلمي الاول، وده قصه ثانيه. ده مش ابنه، ده واحد لا ابن محمد علي بس متخلف مش زي ابراهيم يعني. لا حاجه ثانيه. اضعف كتير وبيحب الحياه اكتر. هناك اسئله كتيره عليه، وهناك غموض جامد
عن اكتر واحد عليه غموض في كل اسره محمد علي باشا، وهو الاخير ده عباس حلمي الاول. في عباس عشان اثنين لا، التاني ده حاجه تانية قصه خالص. برضه تاني. ده أنا اللي بقى بعز- خديوي صح؟ ها، ده اللي بقى خديوي. ده اللي بقى خديوي عباس، مظبوط. فعباس حلمي الاول، ويقال انه سم، وهو اللي استخدم الخيول العربيه لمصر، وبقت اكبر سلاله كانوا مجنون خيول، وكان انعزالي، ورجع ناس كتيره كانت بتعمل دراسات بره، رجعهم مش عايزين دراسات ولا عايزين حاجه ولا بتاع. فانا صراحه مش هتكلم في الراجل ده، لانه قد افتى من قال لا اعرف يعني. مش عاوز افتري عليه بصراحه ولا حاجه. حلو. خلينا خلينا في البانيا. خلينا نرجع بقى لألبانيا. خلاص احنا عدينا الحقبه دي. الحقبه بقى اللي هي الاخيره خالص بقى، الحقبه اللي هي بدايه بعد الحرب العالميه تقريبا. لا انا جاي لك معلش بعدين. اتفضل. البانيا سنه 1912 لسه قبل الحرب. نالت استقلالها من الدوله العثمانيه. وكان شبه نيل استقلال ودي، مش هقول فعلي، شبه ودي، لان كان في بعض البشوات الالبان غرهم الغرب، وابتدوا في اجندات، يعني اجندات خارجيه تحصل جوه البانيا ضد الدوله العثمانيه من تحت مسمى القوميه الالبانيه. فالقوميه الالبانيه لم تكن موجوده، ولكن هناك من غذى القوميه الالبانيه. القومي حضرتك قصدك العرق الالباني؟ انك انت تقول انا الباني وعاوز استقل وعاوز انسلخ باللغه وانسلخ بالحضاره وانسلخ بالثقافه. وكذلك برضو القوميه اليونانيه والقوميه الصربيه والقوميه كل القوميات دي الغرب غزاها علشان يفتت الدوله العثمانيه. الدوله العثمانيه مبنيه على الجماعات، فلما هتخش في قوميات باظت الدنيا خالص يعني. فالسلطان قال لهم عاوزين استقلال. للاسف لما البانيا اخذت استقلالها سنه 1912، بينما الله يرحمه السلطان عبد الحميد الثاني كان تم خلعه سنه 1908. فبعدين ففضلوا بقى السلاطين اللي هم ايه، طيبين وكل حاجه، ولكن صوره يعني لا يحكموا، يعني هم رسميات اللي بيحكم الجيش التركي. كان في انقلاب حصل على السلطان عبد الحميد الثاني. نرجع لألبانيا عشان ما نتوهش. ألبانيا ما كانتش جاهزة إنها تبقى دولة، لا في جيش ألباني ولا في شرطة ألبانية ولا في مباني حكومية كوزارات وحاجات زي كده، لأنه كان الرؤية إنه ألبانيا هتفضل أمد الظهر جزء من الدولة العثمانية. ما كانش حد واخدين متخيل كده حقهم بسرعة. تالت ومتلت. تلت بشوات تركية من ألبانيا، تلت الرؤساء الوزراء من ألبانيا، وكتير من الألبانيين ذهبوا إلى الدولة العثمانية. اللي استقر في تركيا واللي استقر في دول أخرى النهاردة، بس في الوقت ده كانت من الدولة العثمانية. عشان ألبانيا تاخد استقلالها من الدولة العثمانية حصل تكالب على ألبانيا وعلى الدولة العثمانية من اليونان، البلغار، المقدونيين، الحديثيين، الجبل الأسود، واخد بالك، السرب ما ننساش أهم حاجة السرب، بتغذية غربية. خدوا سلاح، خدوا زي ما انتوا عايزين، ما تشيلوش. فالحرب العالمية متأسف، حرب البلقان الأولى وحرب البلقان الثانية كانت يعني كله بيخبط في بعض. وهجي لك بعدين في حاجة شخصية، ده أحد أسباب نزوح جدي إلى مصر. يعني ألبانيا استقر بها الحال بحكومة وطنية بحكم واحد اسمه إسماعيل كمال، وكان راجل وطني كويس، تقدر تقول عليه
مصطفى كمال بتاع مصر. مصطفى كامل. مصطفى كامل. مصطفى كامل الله يرحمه. انا عندي سؤال لحضرتك بخصوص النقطه دي. لما حضرتك لما اهل حضرتك نزلوا مصر كان الاستقبال ايه؟ يعني بلد ولا بتتكلم نفس اللغه ولا في نفس المحيط الجغرافي، بلد غريبه، هل لا، كان لا، هجره لا. ولا كان في تم استقبال من البان؟ لا خليني اقول لك بقى ايه مصر اللي انت ما تعرفهاش. اللي احنا طب خلينا، انت لا قلت لي، مؤاخذة. انت قلت كده كده هتحكي ازاي نزلت مصر. ماشي، نزلت مصر ازاي، او جدك نزل مصر ازاي؟ احكي لك. اه انا جدي كان اقطاعي، كان عنده اطيان ما تعدش. فين؟ النهارده في اليونان، بس في اقصى شمال اليونان تمام. على الحدود مع البانيا، منطقه اسمها كونيتسا ومعروفه، كانت بتاعه البانيا واتخذت من البانيا غصبا. كونيتسا دي معظمها كانت تبع جدي. جدي ابا عن جد 400 سنه الارض دي بتاعتنا، ومعانا الحجج مكتوبه بالتركي القديم اللي كان بيتكتب بالعربي. سبحان الله. حلو. اه بعد حرب البلقان الاولى اللي هي في سنه 1912 جدي ساكن على ربوه زي المقطم. حلو. تنزل الربوه دي تعدي نهر يبقى في الاطيان بتاعته. ما شاء الله. صح يوم لا الحدود اتنقلت، اكلوا منطقه اكبر من لبنان، اه وسبحان الله بقى بقى النهر الناحيه دي البانيا والناحيه دي اليونان. كان كله البانيا. فبقى هو ساكن في البانيا واوريدي في اليونان. هو ساكن في اليونان لا هي كلها كانت البانيا. اه بس بعد ما بس الحدود بقى. بعد كده بقى آه. هو ساكن في البانيا، اه يجي يروح على ارضه يقول له يا حاج مالكش حاجه امشي. قدم يا فيزا. عم انا ارضي هناك، ارضي ايه وبتاع ايه بقى، مع السلامه احنا بنرش ميه الموضوع ده خلص يعني. يا عم لو هتيجي تاني احنا هنذبحك، بنقول لك كده. ده كده وحصل تطهير قلب، كانوا يعني بص عشان الكلام ده هيطلع في اليوتيوب، مش عاوز ناس كتيره تنقم عليا اكتر من كده، بس وصلت انك انت لو مسلم مالكش حاجه هنا، ولو غير كده خد هويه من هنا ومشي حالك. غير. ف جدي قرر يسافر ولا كان يسافر. جدي بقى بيعمل ايه؟ محصوله اكبر من امكانيته في التصرف فيه، لان مفيش كثافه سكانيه يشتري المحصول. يشيل المحصول بتاعه ويعرف ينتج، بس ما يعرفش يبيع اللي انتجه. فالمشهد كان ايه قبل 1912؟ اي حد زيه زي جدي كان يجيب مركبه يعبيها ويبعتها على اسكندريه. اسكندريه كانت اكبر مدينه في المتوسط، اللي مش عارف يخلص من حاجه هتتباع، واللي دايخ عاوز يجيب حاجه يجيبها من اسكندريه. فلو انت قلبان وعندك محصول فاصوليا مش عارف تخلص منه، تنزله على اسكندريه، والمركبه في الافق حد يشوفها من هناك، دي فاصوليا، يكون مغربي يقول له حولها لي على المغرب. والعكس صحيح، العكس صحيح. مكان فيه مدينه يا بحر يا متوسط بعظمه اسكندريه في التجاره، لا تقول لي جبل علي ولا تقول لي ولا تقول لي ولا تقول لي. فجدي كان عنده صداقات مع تجار في اسكندريه اللي كان بيقايد وياه، كانوا مركبه فضيت خلاص، بدل ما ترجع فاضيه كانوا يعبوها له من مصر. ممكن تاخد تبغ، تاخد قطن، تاخد بقى محاصيل بتاعتنا، هو يعرف يشتغلها هناك كويس وليها حلو جدا وليها كويس. فهو كان شغال كده. لما حصل اللي حصل في ألبانيا، ليك تتخيل ألبانيا كانت بتخوض حروب يعني، وتطهير عرقي بيحصل مع اليونان، مع مقدونيا، مع بلغاريا، مع صربيا، مع الجبل الأسود، من كل ناحيه. فألبانيا كانت بتغرق يعني، مش عارف يقول أي منين. سبع جهات مثلا ولا اقتصاد بقى ولا بتاع ولا زفت ولا كده. فضل معاه البيت يعني. انا بيت جدي النهارده اقسم لك، بيت جدي النهارده، بس هو عشان قسمي ما يروحش غلط، البيت بقى اطلال. اوكي، لان هو جدي راح على مصر سنه 1914، الكلام ده عدى عليه دلوقتي 111 سنه، والبيت كان عمره فوق ال 100 سنه ساعتها، فالبيت ده اطلال. وانا رحت شفته او طليت على المنطقه دي في سنه 2014. هي دلوقتي تبع اليونان ولا هي تبع؟ لا البانيا لسه، بس هو اخر بيت الباني قبل ما تخبط في اليونان. او وانت جاي من اليونان اول بيت الباني هيقابلك وانت داخل على كان مختار برضه حته استراتيجيه جدا جدا جدا. ف
فجدي جه على مصر، قال لك اشوف اصدقائي واحاول ان انا احسن الدخل بتاعي. قال لابوه تيجي معايا يا حاج؟ قال له لا. كان جدي كان يتيم الام من الصغر، فابوه كان معاه لقب بكويه، بكوير. كان اسمه شاهين بيه. ابو جدي اسمه عيسى. فقال له لا، انا مش هخرج من البيت ده بقية حياتي. فهم كانوا 4 اخوات، جدي واخواته. اتفق مع اخواته بعد ما جه مصر وظبط حاله. الاول ابتدى ورشه ازاز، وبعدين تحولت الى مرايات، وبعدين تحولت الى زجاجات، وبعدين دخل في الكازوزه. والكازوزه ايامتها دي كانت حاجه اختراع جديد جدا جدا جدا. سوها ماشي. كانوا اللي ماسكينها 3 في مصر: الكازوزه، يونانيين والبان وطلاينة. هم دول المتخصصين كازوزه في مصر من 100 سنه بقى. لا عندك حاجات بقى زي سبيروس باتس. ايوه، كل ده قبل كوكاكولا. وقبل كوكاكولا دي مين يعرفها يا بابا؟ بالظبط، صاحبها يوناني. والسجاير برضو كتير منهم كانوا عملوا مصانع دخان زي باباستراتوس، ده ماركه دخان كانت بتتعمل في مصر وكده. ومحالج قطن. ومطاحن قمح. دي كانت شغلانات الألبان والأتراك واليونانيين في مصر. فجدي ابتدى بالسلك ده برضو، وصل لحد الكازوزة، ومن الكازوزة دخل في المطاحن، وبعد المطاحن المخابز. ما شاء الله. بس على ما وصل المخابز كان ساب اسكندرية وجاء على القاهرة، وجاب بقية اخواته. كان العرف الاخوات كل سنة واحد فيهم يرجع ألبانيا يخدم أبوه اللي مش عاوز يسيب البيت، ويتناوبوا الباقيين في مصر. وصل بيهم الحال ان كان عندهم 7 مخابز في مصر، ما شاء الله، متوزعين بقى مصر الجديدة والعباسية وشبرا. ودي كانت مناطق حيوية جدا. هي دي كانت كل القاهره وقتها يعني، ما كانش بالانساع ده. ما كانش في حاجه يعني ثانيه مصر دي كان ارقى مكان في القاهره وقتها، صح؟ بص، طبعا القاهرة عموما كانت أرقى. أنا جدي كان ساكن في الزمالك لحد سنة 58 56 حاجه زي كده. وبعدين حاسس الزمالك ازدحمت فراح مصر الجديده. كانت مصر الجديده بقى زي الرحاب دلوقتي، ولا مش عارف لسه مدينه جديده بقى. جديده بقى اسمها اخد تاون هاوس هناك يعني، اللي هم جنب ميدان الجامع في مصر الجديده. كان بتوع الدهب كده. لو رحت هتلاقي فيلل متصله ليها جنينه اماميه وجنينه خلفيه، وهي بتبقى دورين او 3 ادوار كده يعني. فجدي اخد واحده، والحيطه واحده كانت اللي كان جنبيه كان الله يرحمه وجيه اباظه، بس كان ضابط صغير قبل 52 وكده يعني. وهم كانوا اساسا شركس. هي العيله الاباظيه شبه من ابخازيا. شركس. فجدي جه على مصر في فكره انه هيجي يوم يرجع البانيا. فكان بيشتغل بيحوش ويبعت على ألبانيا علشان يشتري أرض عوض الأرض اللي اتراحت منه لليونان. تعويضا ليه؟ انبسط في مصر، حب مصر. بص، مصر كانت مصر. خليني أقول لك حاجة. طيب هنكمل إن شاء الله على خير. احنا كنا وقفنا فين؟ وقفنا عند إنه مصر كانت ملاذ آمن لكل الأوروبيين وغير الأوروبيين في الحقبة وصولا إلى الحرب العالمية الثانية وحتى بعد الحرب العالمية الثانية. فالبنية التحتية المصرية ما تأثرتش بالحرب العالمية الأولى ولا بالحرب العالمية الثانية. الحمد لله. فعندك هجرات كتيرة حصلت لمصر، إذا كان يونانيين وأرمن وألبان ويوغوسلافيا السابقة وحتى أتراك من بعد سقوط الدولة العثمانية وفرنسيين وخلافه، كلهم جم على مصر، لأن مصر كانت من أكثر الدول الجاذبة للهجرة. وقد يكون من جاء إلى مصر شعر إنه حظه أوفر من اللي راح أمريكا أو راح أستراليا أو راح بريطانيا. وبالمناسبة جدي عنده قرايب طلعوا من ألبانيا، اللي راح أمريكا ولا راح أستراليا هو كان شايف نفسه عليهم. انتوا ما شفتوش يعني العز اللي انا شفته في مصر. العز اللي انا شفته في مصر. ف يعني العماره بتاعت جدي اللي كان ساكن فيها كل شقه كانت حاجه شكل يعني. فده
شركس ومصريين وعرب. بالظبط. يعني انا امي عندي اخوال بالرضاعه مقدونيين اتولدوا في مصر. سبحان الله. كانت ستي وجارتها يتناولوا رضاعه الاطفال لان هم على قد بقى عندي اخوال مقدونيين مش من البانيا لا من مصر يعني. ده جزئيه البانيا، انه حكيت ان البانيا ما كانتش جاهزه للاستقلال بتاعها لانه مقاومتها كانت غير كافيه لمقاومه اعدائها، ومن ثم البانيا خسرت 3/4 اراضيها لجيرانها، وحصل هجرات في هذا الوقت برضه الى مصر. يعني منهم جدي. هنحط موضوع جدي على جنب، اكمل البانيا الاول. ماشي. انه حكمت حكومه وطنيه كان يرأسها اسماعيل كمال باشا، والحكومه دي كان في قلائل كتيره بتحصل في البانيا. القوى الكبرى كانت ليها خطط اخرى لالبانيا. كان المطلوب ان البانيا دي تخرج من النسيج العثماني اذا كان ثقافيا او مجتمعيا، وتبقى ماشيه زي بقيه اوروبا. ومنها الموسيقى على فكره، ومنها الاكل، ومنها حاجات كتيره، واللغه. وتم تغيير اللغه الالبانيه لتكتب باللاتينيه لاول مره من عده قرون بعد ان كانت تكتب بالعربيه. وتم محاوله محو التاثير العثماني في اللغه الالبانيه. حصل انه كان القوى العظمى عينت امير لالبانيا من اصل الماني، والشعب الالباني صار في الاول، وبعدين حصلت بعض التفاهمات ان هو هيبقى زي امير شكلي بس عشان التراب الالباني يفضل مع بعض. وبعدين جت الحرب العالميه الاولى، فالامير الالماني ده ترك البانيا وذهب وانضم للجيش الالماني عشان يحارب مع قيصر المانيا. هنا كان في عندنا باشا الباني اسمه اسعد باشا، حاول يعين نفسه زي والي على البانيا من نفسه. ذهب إلى مؤتمر فرساي غير مدعو، وتم اغتياله على يد شاب ألباني، ومسكوا الشاب ده وحكموه. فقالوا له ليه قتلته؟ قال له علشان هو عين نفسه حاكم من غير ما يستأذن شعبه. الراجل ده أخذ براءة، ولما جاء مصر تم اغتياله على. وبعدين كان عندنا رئيس وزارة هنا، كان الأول وزير داخلية وبعدين بقى رئيس وزارة، وهو رئيس وزارة عين نفسه ملك ألبانيا، وده كان أحمد زوق. وحصلت مشاكل كتير بسببه، لأنه كان في ناس كتيرة معارضة الملكية في ألبانيا. الراجل لا هو من عرق نبيل ولا أي حاجة، هو واحد بس كده لقى عباية ولبسها وعين نفسه ملك وكده. فألبانيا كان فيها معترك للأسف أهلي، دخلوا في حرب أهلية ما بين 3 فئات: الحزب الشيوعي الحديث بمساندة من يوغوسلافيا ومن وراهم الاتحاد السوفيتي، والملكيين بمساندة في بداية من إيطاليا، وبعدين إيطاليا قلبت على الملك وجت احتلت ألبانيا. وما بين الجبهة الشعبية اسمها بالي كومتار، يعني الجبهة القومية أو الجبهة الشعبية، الجبهة الوطنية الترجمة. وأنا عندي جد، يعني جد أمي من ناحية ستي كان من أحد أقطاب الجبهة الوطنية. فحصل المعترك ده حرب، والمناسبة حرب الألبانية الأهلية كانت متواجبة مع الحرب العالمية الثانية، فجم الطلاينة واطردوا من هنا بمقاومة شعبية. وبعدين جه هتلر بنفسه، مش بنفسه بس، الألمان نفسهم دخلوا ألبانيا، وحصل لخبطة شوية. مش هخش في جزئيات علشان ما أطولش عليك، إنما انتهى المطاف بأنه ألبانيا للأسف بقت مع المعسكر الشرقي اللي هو الشيوعي بتفاهمات أمريكية بريطانية في مؤتمر يالطا. وإن كان مؤتمر يالطا ذكر كل حاجة هتحصل في العالم إلا ألبانيا، سابوها تدوب ما بين الدول اللي حواليها، ما حدش قلبه عليها صراحة. لو أخدتها اليونان خير وبركة، لو أخدتها صربيا خير وبركة، اللي يلعبوا اللي يغلبوا يلعبوا. هو كده. ده الوقت اللي جه فيه انور خوجة بقى مسك. هنا أنور خوجة طلع لأنه كان وراه اليوغوسلاف اللي هم وراهم الاتحاد السوفيتي، وبمباركة بريطانية برضه، لأنه الجبهة الشعبية
كانت متهمه ان هي تهاودت مع هتلر او مع النازيين لما دخلوا عقاب ألبانيا. بقى يعني. هم ما حاربوش معاهم، ولكن حصل كده زي جنتلمان اجريمنت، انت هتعدي من ارضي، لا تقتل من شعبي ولا انا هاجمك. فاخذت عليهم ان هم بس ده خيانه. حصل قبل كده برضه في كذا مدينه في اوروبا عملت نفس الموقف ده. مظبوط. عندنا في التشيك وانا مثلاً، للاسف براغ العيله مثلا سابت الدنيا زي ما هي العيله عندي برضو دفعت ثمن الكلام ده. يعني اتهمنا في هذه البلد ان احنا اعداء الشعب، ومن ثم جدي وستي اللي في مصر اللي كانوا بيفكروا يرجعوا البانيا اصبح متعلم عليهم لو رجعوا يتذبحوا. فهمت ازاي؟ حاجه ما لهمش دعوه بيها خالص. انا فاهم. وانور خوجة لما جه ايه مشكلته مع الدين؟ يعني هو كان راجل شيوعي. انور خوجة ابوه كان شيخ. بالالباني خوجة يعني شيخ اصلا يعني اي كلمه، بس يعني بيسموها هوجة، هوجة. يعني ما يعرفوش يقولوا الخاء. فالهوجة هو الشيخ، واخد بالك؟ ليه علاقه بالحكام اللي في تركي؟ ولا في تركي برضو بيقولوا هوجة. هوجة؟ فهو اعتبر ان الاسلام ده عبيط، لا مؤاخذه، استغفر الله، وان الدين اصل التخلف، وان لولا الدين ما كان الحكام عرفوا ياثروا على شعبهم، لانه دايما بياخدوا مباركه الدين، يا بياخدوا مباركه المسجد، يا مباركه المفتي، يا مباركه الكاردينال، يا مباركه القسيس. فمن هنا هو بقى الغي بقى الكلام هو ده. كان اصلا تبع الحزب الايه الشيوعي. كان ماركسي في التفكير وشيوعي في الاتجاه. فاعتبر الدين ده سبب تخلف ولازم نقضي عليه. فطبعا كل حاجه بتبقى شويه بشويه، بس جه في الاخر اعلن رسميا ما استحى الاتحاد السوفيتي ان يعلنه، هو الحاد الدولي. يعني الاتحاد السوفيتي تحلى بورقه التوت، وقال لك تستر بورقه التوت عندما يعني قال لك الاديان غير مستحبه، بس ما وصلوش للالحاد، وسابوا بعض الكنائس مغلقه، ولكن سابوا الكنائس. ولكن في البانيا لا، الجوامع دي يا اما دمرت، وبالاخص المآذن او الابراج الاجراس، يا اما تتحول الى مسارح باليه وملاعب باسكت او صالات او مدارس، انما المهم انها لا تكون مساجد. تقول لي طب حصل ايه لرجال الدين؟ رجال الدين تم القبض عليهم وايداعهم في معسكرات اشغال شقه، بالاخص في المناجم تحت الارض. يعني يبقى شيخ النهارده بكره عامل منجم يعني عشان ما يبقى بعيد، ما يطلعش فوق، ولو مات خير وبركه يجي. والاساوسه برضو نفس الموضوع. هو كل الاديان ما عندوش مشكله مع الاسلام، وعنده مشكله مع الفكره. لو اتمسك قران عندك في البيت وانت حتى ما بتقراهوش كان في 5 سنين سجن. ناهيك بقى لو كنت بتصوم او تمارس اي حاجه بقى اسلاميه. هل ده خلى الشعب الالباني بعد كده؟ وتم منع الاسامي الاسلاميه. البلد دي كانت بلد متدينه، وكانت الستات كلها محجبه، واخد بالك، وكانت الرجال مطلقه اللحى. والدين كان عزوه، يعني بمعنى من كان شيوخ هنا في البانيا معظمهم ازهريين. كان الازهر مكلف، يعني عشان اسره البانيه تبعت ابنها يدرس في الازهر لازم تكون ميسوره الحال، ولكن هذا كان برهان ان هذه الاسره بقت من الاعيان. صحيح. وان كان ما يتلقوه من اجر كرجال دين كان اجر رمزي، لا يعني انت بتكلف يمين وبتكلف شمال وبتكلف سنين وعناء ودراسه، وفي الاخر ما فيش برضه مقابل مادي، ولكن المقابل كان شرفي معنوي مجتمعي. حضرتك النهارده في المسجد حصل موقف غريب جدا. يعني كنا بنصلي الجمعه، فانا الشيخ يعني انا مع انه بالالباني بس انا كنت منبهر بالقائه وطريقه القائه والبرزنتيشن سكيلز بتاعته كقائد، فرحت سلمت عليه بعد صلاه الجمعه، فبقول له السلام عليكم احمد من مصر، فالناس حواليه البان واقفين، فقال لي مصر ما شاء الله والله قدام الناس، وراح ماسح عليا كده وراح عامل كده والله العظيم. تخيل يعني، شوف حضرتك بتقول الكلام ده من ممكن من 100 سنه. هو كان كل
كل آه. طهاره ياخدوني. ايوه يعني من 100 سنه ولكن هم اقول له انا مالي، انا لا، هو عايز بالنسبه له الازهر دخل. لا انت من مصر انت الازهر هو بالنسبه له تخيل لحد دلوقتي الازهر ليه قيمه. انا رحت ماليزيا بقول لهم ان انا من مصر، برضو الناس كلها ايجيبت ازهر، انت حافظ القران اكيد. لا يعني مش كل حد في مصر حافظ القران، بس هم بياخدوا الازهر حاجه. وفي افريقيا وفي اسيا وفي اوروبا، حتى رحت البوسنه برضو الناس اقول لهم ان انا من مصر، رحت الازهر اكيد. طبعا. لا هو البانيا، مصر بالنسبه لالبانيا بلد الخير، بلد العظمه، بلد يعني اي الباني بيدور على مكان يهاجر، فكانت مصر احد الاعمده اللي بيلجا لها يعني، وما بيندمش وبيدوب في المجتمع. هل العلاقه ما بين البانيا ومصر توترت في فتره انور خوجه، ولا عشان هما الاثنين كانوا شيوعيين في الفتره دي كانت لا هو كويسه؟ كان انجذاب وانبعاد، هحكي لك. طيب احنا دخلنا انه انور خوجه لغى الاديان، طبعا لغى الاحزاب ولغى المجلات والصحف، ديكتاتور صرف يعني. وصلنا ان البانيا بقت زي كوريا الشماليه، جميل. يعني مش زي الاتحاد السوفيتي ولا حتى يوغوسلافيا. وخد فكره البنكرز دي من كوريا الشماليه، ما كانش في حاجه مش اي حد كان عنده بنكرز غير كوريا الشماليه، فخدها وعمل البانيا كانت كوريا الشماليه بالمعنى الصحيح، ومفيش حد بيخرج بره ولا حد بيخش جوه. داخل تعمل ايه وعاوز تخرج بره تعمل ايه؟ مفيش يعني. واللي معوش ما ينزموش، خلصت الحدوته. فضلوا في هذا الانغلاق لحد سقوط الشيوعيه في اوروبا الشرقيه. ابتدى الموضوع بحائط برلين، 89. وبعدين عندك رومانيا وشاوشيسكو والاعدام فهنا ابتدوا يلموا الدور، خافوا انه يحصل مدانه، وحصل في الاول شويه لخبطه جامده، وبعدين لموا الدور وقال لك خلينا نمشي زي بقيه اوروبا، ما نبقاش احنا الوحيدين اللي في جزيره يعني. وجت 91، ودي كانت اول مره انا زرت فيها البانيا. كانت لسه الشيوعيه قائمه، بس كانت في اخر ايامها. اتحولت من ممنوع الدخول الا بوثيقه سفر البانيه، وطبعا لو كنت دخلت بوثيقه سفر البانيه كانت وان واي، هاجي بدون رجعه، لانه طالما دخلت كالباني مش من حقك تمشي بره، انما لو دخلت بجواز مصري من حقك انك انت ترجع مصر. فدخلت وعاشرت البلد وعاصرتها، ودخلوا في المرحله الجديده اللي هي ما بعد الشيوعيه. حصل ان الحزب الديمقراطي كان اول حزب يفوز بالانتخابات، وحصل تداول سلطه اكتر من مره، فالحمد لله عدوا من الانتخاب ده. هو ما هياش البانيا مش المانيا عشان نبقى واضحين وصراحه يعني. بس لما تحط بقى ما بين عندنا والخلاط يعني يجيب لك البانيا. عندهم حصل تداول سلطه سلمي، وحصل انه رجعت بقى المساجد تاني تتبني ويبقى في اماكن دور عباده والكلام و... ده. والسوق الحر وملكيه خاصه وتكوين احزاب، وهم بيحاولوا ينضموا للمجموعه الاوروبيه، الاتحاد الاوروبي. احنا ففي شروط. قابلنا رئيس الوزراء من 3 ايام، كان اول امبارح اول امبارح اهو. كان هو اسمه ايدي راما. ايدي راما جه واتكلم في مؤتمر اوروبا، هم عايزين يدخلوا الاتحاد الاوروبي هنا، بيحاولوا جدا يعني. انا قابلت ايدي راما وقابلت صالح بريشه، وبرضو انا شايف انه البانيا محتاجه قيادات جديده تمثل الشباب الجديد. بقالهم كتير هم. وفي اخطاء وفجوات بس هم بيحاولوا يعني بيحاولوا دلوقتي كويس يعني بالنسبه مقارنه الحمد بباقي لله. الدول اللي حواليها. لا البانيا بتحاول بشكل كويس الحمد لله جزء من المجتمعات على ما دلوقتي. تم انجازه. بالظبط. ولكن هناك الكثير اللي ممكن انجازه. انا عاوز اقول لك حاجه، البانيا حجمها من حجم بلجيكا جغرافيا. بلجيكا 10 مليون نسمه، والبانيا مش جايبه 3 مليون نسمه. معظم الشعب هنا فتي يعني، متوسط الاعمار، شعب صغير في السن، ودي حاجه كنز يعني بالنسبه له. البانيا فيها خيرات لن تحصيها يعني، فيها 20 بحيره، فيها 12 نهر، عندهم شواطئ، عندهم جبال، عندهم كل انواع كل المقومات الثروات المعدنيه والحيوانيه والسمكيه. عندهم اخشاب وعندهم لو هتقارن بالطاقه المكمونه ما بين البانيا كاراضي وكشعب وبلجيكا، هتلاقي البانيا اللي كسبان.
ولكن ليس هناك مقارنة بمتوسط الدخل والناتج الألباني مقسوم على عدد الأفراد المقارنة مع بلجيكا وخد كثير من الدول، مع إنه أؤكد نسبة الأمية هنا ما تجيش 1% وكلهم كبار السن ونسبة التعليم عالية. طيب حلو جدا. دلوقتي احنا عندنا في مصر حاجه، يعني زي ما قلت لك انا اعرف واحد صاحبي، يعني صاحبي بشكل شخصي، متزوج من زوجته يعني هي ألبانية، يعني جدتها ألبانية و يعني جدها كان تركي، فهو اصلا يعني ايه حاجه كده مشكله جميله وما عندهاش مشكله خالص. يعني احنا اتجوزنا، يعني هو اتجوزها وخلف منها والدنيا تمام. هل بقى نفس الكلام هنا؟ نفس الكلام يعني انا دلوقتي لو مصري او عربي وعاوز ان انا اتجوز هنا في مسلمه مثلا من البانيا، هل بقى في مشاكل حاجه زي كده انك تعيش؟ هو الألبانيين عندهم سماحة دينية ما بينهم وبين بعض. حلو. يعني ممكن تلاقي الأب مسلم الأم مسيحية، وممكن تلاقي العكس. ازاي ما تسألنيش، الأب مسيحي سماحه قوي سماحه جد بزياده. هم 90% منهم مش فاهمين الدين أساسا. هو لو مسيحي عارف إنه في يعني حاجات وكده، ولو مسلم عارف إن في ربنا، قد يعرف الفاتحة مثلا، ولو اجتهد قوي يمكن سورة الإخلاص، واكتر من كده ما تسألوش. للأسف. بس ده يعني ده هل الاغلبيه المسلمه كده؟ يعني الاغلبيه المسلمه بس مسلمين اللي هم بيصلوا وخلاص وعارفين ان الحاجات اساسيه، ولا مثلا ده بسبب بس الجيل القديم هو اللي عنده العقليه دي؟ أقل أو تقريبا 10% من الألبانيين اللي بيصلوا بصفة مستديمة. 10%؟ والحمد لله ما كانش في 1% قبل كده. وإن كان أنا أنسب الفضل للموضوع ده للإخوة الأتراك، إن هم أخذوا في وقت واحد أكتر من 400 شاب ألباني وعلموهم الفقه وعلموهم حاجات كتيرة، وهم هم الأئمة الحداثيين اللي في ألبانيا. لأنه الأزهر برضو قام بجهود جامدة، وإن كانت الجهود بتاعة الأزهر يعني كنا نتمنى إن هي تكون أكبر من كده شوية. الفتره بتاعت الشيخ الالباني، احنا عندنا مثلا من احد المصححين بتاع الحديث يعني الشيخ الالباني، هل الفتره دي كانت الفتره اللي قبل الشيوعيه ولا كانت اللي بعد الشيوعيه؟ الشيخ الألباني أساسا من أسرة متدينة في شكوطرة، وهو أبوه أساسا كان متدين. فلما طلعوا من شكوطرة ونزلوا على الأول بتهيألي راحوا على سوريا، ودخلوا برضو كانت في انتهاء الدولة العثمانية، وكانوا خايفين من الاتجاه الحديث في ألبانيا مش ماشي في اتجاه الإسلامي، فعشان هم يحافظوا على هويتهم الإسلامية ذهبوا إلى بلاد عربية في الدولة العثمانية. يعني ألبانيا كانت محتفظة بالديانة وبالدين طول ما هي كانت في الجزء في الدولة العثمانية. بعد استقلالها حصل محاولات كتيرة لتغيير الهوية الألبانية، سواء بالإبعاد من الدين أو محاولة إدخالهم في أديان أخرى. وهنا كتير من الألبانيين فضلوا إن هم يهاجروا على ما تبقى من الدولة العثمانية قبل أن تلغى الدولة العثمانية كلها وتحول إلى الجمهورية التركية. إن أول ما بقت الجمهورية التركية بقى حتى الألباني أو غير الألباني اللي خارج تركيا ينظر له على أساس إنه هو أجنبي، لأنه حتى تركيا نفسها اتجهت إلى القومية، بينما الدولة العثمانية عمرها ما كانت مبنية على القومية. طيب تمام. يعني احنا كده حاولنا نجيب كل الحاجات المشهوره او المعروفه عن البانيا. بس ارجع لك على الجوازات. اتفضل. الحته دي انا ما جاوبتكش عليها. زي ما ذكرت الالبانيين بيتجوزوا من بعض وفي بعض، وبرضه بيحصل جوازات كتيره. اعرف البانيين كتير اتجوزوا مصريات او بعض العرب، واعرف العكس، كتير من الالبانيات تزوجوا بمصريين او بعرب يعني في نفس الوقت. طب يعني في قبول طالما يعني الدين بيسمح بدوت، فهو ما فيش حاجه عرفيا تمنع ده يعني. لا مفيش. تمام. طيب جميل جدا. يعني انا خدنا من وقتك كتير، ويعني اتمنى تكون يعني برضو اتبسطت معانا في المعلومات. اتمنى بس ان كل معلوماتي تكون على دقه معرفتي
ما اكونش غررت بيكم في معلومه لا هربانة طبعا. مني. لا طبعا، ده انا يعني كلنا انا واصحابي هنا ورا الكاميرا، علي عبد العظيم واحمد سعد برضو ما شاء الله اتبسطنا جدا جدا، ويعني كانت أنا معرفه أسعد. معرفه خير، ويعني شرف ليا. شكرا لكم ان انتوا وصلتوا لحد اخر الفيديو. اتمنى يكون برضو الفيديو عجبكم وعرفتوا معلومات اكتر عن البانيا، وتفهموا اكتر ايه التاريخ بتاع البانيا وازاي وصلنا لحد النقطه اللي احنا فيها النهارده. وطبعا لازم تيجوا تزوروا البانيا، يعني احنا بنتكلم دلوقتي من مطعم جوه البانيا. الألبانيين عاملين زي المصريين، يحبوا الأجنبي ويودوه يمكن أكتر من ولاد شعبهم، وعندهم الكرم وعندهم الفهلوة وحب الفكاهة، فدي عوامل مشتركة قوية. وبيحترموا المصريين جدا، يعني بيعتبروا المصريين إخواتهم في كل حاجة. وأتمنى إن أنا أكون اديتك معلومات وافية. طيب جزاك الله كل خير، وانا اؤكد فعلا ان هم شبهنا، يعني انا ما حسيتش ان انا طلعت من مصر، يعني اللي هو فعلا في حاجات كتيره مشتركه بيننا وبين بعض. اتمنى تكونوا اتبسطتوا بالفيديو، وان شاء الله اشوفكم في فيديو تاني. اتفضل بقى، هنقول لكم حاجه اخيره. اللي يحب النبي يعمل لايك، شاركوا في التعليقات عشان تشجعوا البي هنا هو ان هو يكمل في حلقة تانية او تالتة لو عجبتكم، ووروه مدى اعجابكم بفيديوهاته، او تحبوا يقول لكم ايه، زي ما انا هعمل معاه برضو اول ما اخش على اليوتيوب ان شاء الله واعمل لك شرف ليا. سبسكريبشن. تسلم تسلم تسلم. يلا، السلام عليكم.